مشتريات الزرع بتاعتي الجديدة. يلا بينا نشوف جبت ايه مع بعض. اول حاجة طلبت نعناع ريحان سوري، كده باينه لكم اكتر. هي صغنطوطة ومحتاجة ان هي تتنقل حاجة اكتر ان هي مجزرة من تحت، بس حلوة قوي عجباني. دي كان تمنها 10 جنيه. وجبت نعناع ريحته حلوة قوي. دي بقى هي اكتر حاجة محتاجة فعلا تتنقل من تحت، ان هي بصوا مجزرة ازاي. تتنقل شكل تانية اكبر ولا ايه، بس عجباني برضو تمنها 10 جنيه. وجبت وطلبت بيتموس وكمبوست، الاتنين مع بعض كانوا ب20 كيلو كيلو. وجبت سماد عشان خاطر طبعا اسميت النبات. هو اني حلو بس انا ما جربتهوش. دوت كان ب25. جبت ايه تاني؟ جبت بقى شوية بذور، جرجير وكزبرة وبقدونس وشبت. انا عندي كذا شانية بس طلبت شانيتين تانيين. البذور كل واحد فيهم ب2.5. استنوا كده هو تبقى باينة اكتر. اعتقد كده الحاجة ايه واضحة اكتر. وجبت بقى ايه كان نفسي فيها قوي 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 الشتلة ديت. بصوا ده البوب الكبير بقى. تاتا بنت القنصل، كان نفسي فيها من زمان جدا جدا جدا. كانت ب130. كل الحاجات دي انا جايباها من عند شمة. طلبتها اونلاين يعني، وهما ناس محترمين جدا، جابوا الحاجة في الوقت على طول من غير ما يتأخروا خالص. هحطلكوا اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. وطلبت الشتلتين دول كوباور، دي 20 سنتي، الواحدة ب5. بس ايه رأيكم بقى في الأدوات بتاعتي الجديدة؟ انا عجباني اكتر حاجة بنت القنصل، جميلة قوي. ان شاء الله ما تبصي مني. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ومش مهم الشير